قالت انا اموت وطني. هذا عندي رجال حامينا. والله البلد ده كله دق في يابك. والله كلنا قعدنا الحمد لله، كلنا قعدنا صبرنا بس الله. والله اننا حاجه شفنا لها الحمد لله. حسن الحمد لله. كيف صار لك كويسين؟ طمن الناس، انت عامله كيف وعشت كيف؟ والله الحمد لله عشت الحمد لله، لكن النصيحة لله مع الناس ديلك ما عشت. شفتها قدر ما بتيتي قالت لي إلا أنا مرقع كون أهنا بيتي في شندي وأهنا في شندي. قلت لها ما بفوت بيوتي دي، قعدتي في بيتك بس أقعد لمن أموت. لمن أموت شيلوني ودوني. بعد الجيش جاء، احساسك كان شنو؟ إحساسي يا ولدي، إحساسي ما رهيب، إحساسي ما تمام بعد الجيجة. الناس كلها بس بقت همها شوية بتاعت موية وشوية بتاعت دقيق وشوية بتاعت زيت. مقومات الحياة الأساسية هي الآن مفقودة للأسف. فرسالتنا إن شاء الله عبركم لكل جهازات الصلة، نحن لا دارين رفاهية، لا بنعرف رفاهية، لا عشنا رفاهية. نحن الآن بنفتقد للحاجات الأساسية، بنفتقد لضوء. يعني نحن هسه بالنهار بالشمس وبتاع، لو جيت بعد المغرب صلاة التراويح نحن بنعتمد على البطاطير. عشان تشحن بطاريتك مشكلة، عشان تلقى حجر مشكلة كبيرة في الكاش. يعني للأسف بعض ضعاف النفوس استغلوا القصة دي. الناس لجأت لأنك لو عندك قروش تحولت لك مثلا 5000 يدوك لها 2000 جنيه 3000 وما موجودة. قروش مزورة، عملة ما موجودة، خدمات ما موجودة. فرسالتنا وكلنا صيغة إن شاء الله، نحن صبرنا السنتين ومستعدين نصبر أكثر ومعاكم إن شاء الله وحنعمر. ما حنتكلم عن دمار، ما حنتكلم عن أعزاء فقدناهم، كل بيت فقد نفرين وثلاثة، كل أسرة فقدت ناس، ده كله ما حنتكلم عنه، لأنه الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل. نحمد الله على أنها كانت مصيبة وفترة زي ما صبرنا فيها حنصبر وحنعمر. بس بنحتاج للأساسيات دي، بنحتاج لموية، بنحتاج لغذاء، بنحتاج لكاش، بنحتاج لدواء. للأسف الأطفال بنضطر نديهم من غرف الطوارئ اللي هي قفلت، اللي كانت الناس بيجوا بينهبوها، بنضطر نديهم محاليل فاقدة ومنتهية الصلاحية لأنه ما عندنا حل.